بيبدأ فيلم النهاردة بعد ما كورا قدرت تجمع جيش عشان تحارب الإمبراطور بانوسارس، وبتقدر تهزم الأدميرال نوبل وتخلص عليه، وبنرجع القرية مع اللي اتبقوا من الجيش عشان يدربوا أهل القرية ويتصدوا للكوكب الأم. بس بتظهر جثة نوبل وبياخدها الجنود وبيوصلوها بجهاز، وبيشتغل الوعي بتاعه وبيتواصل مع الإمبراطور بانوسارس وبيعرفوا إن بنته كورا لسه عايشة. فبيطلب منه بانوسارس يجيب بنته كورا عشان يعاقبها قدام المجلس، وبيعرفوا العلماء إن بانوسارس محتاج نوبل، فبيدوله صعقة قوية وبيرجع من تاني للحياة. وبنبدأ الجزء التاني مع نوبل اللي أول ما بيفوق بيطلب من المساعد بتاعه ياخد السفينة ويتحرك على فيلدت عشان يجيبوا كورا. وكورا بتوصل القرية وبيستقبلها أبوها هاجن ودان اللي بيتولى قرية القرية بعد موت سندري، وبيروحوا الكل عشان ياكلوا. وبتظهر سام واللي بتكون عايشة مع الجندي أريس اللي بيحبها، وبتجيله مكالمة من مساعد نوبل وبيعرفوا إنهم جايين كمان 5 أيام عشان ياخدوا المحصول، وبيسألوا لو كل حاجة تمام. فبيطمنوا أريس، والمساعد مش بيكون عارف إن كل الجنود ماتوا وأريس بقى مع القرية، وبتقعد كرة مع الكل وبتعرفهم إن نوبل مات. وبكده القوانين بتقول إن السفينة لازم ترجع لكوكب الأم، وبيكون الكل فرحانين. بس أريس بيدخل عليهم وبيعرفهم إن الجنود جايين كمان 5 أيام. فبتتصدم كورة وبتسأل تيتس إزاي ده يحصل، هو القوانين اتغيرت؟ فبيقول لها تيتس يمكن يكونوا محتاجين المحاصيل، عشان كده احنا لازم نحارب. وبيطلع قدام اهل القريه وبيعرفهم ان كمان 5 ايام في جنود هيوصلوا على هنا وهيبيدوا الكوكب كله، عشان كده احنا لازم نحارب. وبيقول لهم انا عارف انكم ناس فلاحين وغلابه، بس لازم تحاربوا لو عايزين تعيشوا. وبيبدا يحط خطه وبيعرف الكل انهم لازم يجمعوا المحاصيل ويوزعوها في اماكن مختلفه عشان تكون دي اماكن دفاع اليوم. وبيخلص كلامه وبيمشي الكل، وبيروح جانر يقعد مع كورا وبيتكلم معاها وبيعرفها انه بيحبها. فبترتاح له كورا وبتحكي له حقيقتها، وبتعرفه انه بانيسارس كان متبنيها بعد ما لقاها وهي صغيره وهي كانت بتثق فيه، بس بانيسارس استغلها وطلب منها تقتل بنت الملك. وبيكون الملك مع اسرته وبيظهر بانيسارس ورجالته وبيطلعوا السكاكين وبيخلصوا على الملك وزوجته. بس الملك قبل ما يموت بيبص لبنته وبيكون خايف عليها، بس كورا بتطلع مسدسها وبتخلص على بنت الملك. بس بانيسارس بيشيلها الليله وبيتهمها ان هي قتلت الملك وعيلته، وبتتصدم كورا لانها كانت بتثق فيه وبتعتبره زي ابوها. وبتطلع مسدسها وبتخلص على كل الحراس الموجودين، وبتكون هتقتله بس بترجع في كلامها. وبتركب سفينتها وبتهرب على كوكب فيلدت وبتعيش مع هاجن، وبتخلص كل حكايتها وبيروحوا يناموا عشان يستعدوا لتاني يوم. وبيجي تاني يوم وبيصحي هاجن الكل وبيبداوا شغل الحصاد اللي المفروض يخلص في وقت كتير، بس هما بيتجمعوا وبيشتغلوا بكل قوتهم عشان يقدروا يخلصوا في اسرع وقت. وبنروح على السفينه وبيكلم مساعد نوبل إيريس وبيسألوا عن الجنود اللي معاه ليه مش ظاهرين، فبيعرفوا إيريس انهم مشغولين. وبيعرف نوبل المساعد بتاعه ان كل الجنود اللي كانوا على الكوكب اكيد كرة قتلتهم وارس انضم ليهم، واحنا هنروح على هناك وهنخلص عليهم كلهم، بس هنبدا بارس. وبنرجع تاني للقريه وبيكونوا قدروا يخلصوا الحصاد وبيجمعوا المحاصيل في مبنى في نص القريه، وبيروحوا يحتفلوا بالانجاز اللي عملوه. ويتوزع سام على كل الناس اللي جم مع كوره اغطيه هي عملتهم بنفسها، وبيكون ده شكر ليهم على مساعدتهم. وبتخلص الحفله وبيجي تاني يوم وبيرن تايتيس جرس الانذار وبيصحي كل اهل القريه وبيعرفهم انهم كده خلصوا الحصاد وكده ناقص لهم يومين عشان يشتغلوا على خطه الدفاع والهجوم. وبيبداوا ياخدوا المحاصيل ويحطوهم في اماكن بعيده عن بعض، عشان كده كده نوبل محتاج المحاصيل دي فمش هيكسف من بعيد، وبكده هيكون معاهم ورقه ضغط. وبيبداوا يخرجوا الاسلحه اللي كانت جايه بيها الجنود، واي حد في القريه معاه سلاح بيخرجه. وبيبداوا يجهزوا ويحفروا خندق حوالين القريه عشان يقدروا يتحركوا بسهوله. وبتروح كوره وبتجيب السفينه اللي جت بيها على الكوكب وبتطلع لسه شغاله، وبتجيبها كوره لعند القريه وبيخلصوا ال5 ايام وبتكون الحرب خلاص على الابواب. وبيجتمعوا مع بعض وبيقرر كل يحكي حكايته. فبيحكي تايتيس ان بانيسارس كان بعته هو ورجالته عشان يخلصوا على برلمان عصى اوامره، بس تايتيس رفض ودخل في حرب مع الكوكب الام. بس لقى ان الحرب خسرانه فقرر يسلم نفسه مقابل ان يتم العفو عن كل رجالته. بس بانيسارس ربطه وخلاه يتفرج على رجالته وهما بيموتوا كلهم دفعه واحده، وسابه عايش عشان يكون شايل ذنب كل رجالته اللي ماتوا. تحكي ماريوس ان بانيسارس وجنوده هاجموا على القريه اللي هي كانت عايشه فيها ودمروا وسرقوا وقتلوا ناس كتير، واللي اتبقى شغلوهم عبيد عندهم. ومن وقتها وهي اتفرقت عن عيلتها ومبقتش تشوفهم لحد ما ظهر مادلين وقدر يحررها من اللي هي فيه. وفضلت ماريوس عايشه مع جماعته وبتتكلم نينس وبتحكي حكايتها وبتقول ان بانوسارس هجم على الكوكب اللي هي فيه وقتل جوزها واولادها. فقررت نينس تقطع ايديها وتلبس دراعين حديد كانت وارثاهم عن عيلتها، وقررت ما تخليش حد يتظلم زيها. وبيحكي تراك قصته وبيعرفهم انه كان ابن ملك وكان عايش في كوكب متقدم، وفي مره راح ابوه لبانيسارس وطلب منه يسيب كوكبه في حاله، بس بانيسارس رجعه جثه متشاله. وبعد شويه بعت جنود ودمروا الكوكب، وامه من الحسره بتنتحر، بس في جماعه بيقدروا يهربوه. وبيجي الدور على كوره عشان تحكي قصتها، فبتقول لهم اي حاجه عشان مش عايزه تعرف حد حقيقتها. وبيجي ساعه الصفر ويبدا الكل يجهز نفسه، وبتروح كوره عشان تخبي السفينه عشان محدش يشوفها. وبيقابلها الروبوت جيمي
وبيقول لها انه بيراقبها بقاله فتره بس برضه مش هيشارك معاهم في الحرب، وبتحاول كرة تقنعه بس بيسيبها وبيمشي. وبيبدأ الكل يحطوا قنابل في الخندق عشان لو فقدوا السيطرة يفجروا المكان. وبيوصل نوبل فبيخلصوا بسرعة، ونوبل بيراقب المكان من فوق وبيقولوا انه مش هيقصف المكان بالصواريخ عشان الحبوب ما تبص، بس بيعرف ان كل الاطفال والستات موجودين في قاعة الاجتماعات، فبيقرر يبعت جنود عشان يقبضوا عليهم ويكونوا ورقة ضغط. وبينزل نوبل مع جنوده والكل بيستعد، وبيقف هاجن جنبهم عشان لو المفاوضات ما نجحتش يرن جرس الانذار والحرب تبدأ. وبيوصل نوبل وبتتصدم كرة انها كانت فاكرة انه مات، بس تتكلم معاه وبتعرفه انه جه لموته، وبتخيره ما بين انه يموت هو ورجالته او ياخد المحاصيل ويمشي ويقول لبانوسارس انه ضيعهم. ونوبل بيوافق على العرض بس بشرط ان كرة تيجي معاه، فبتوافق عشان تحمي اهل القرية. بس جانر بيرفض وبيجري على كورة بياخد منها المسدس وبيضرب على جرس الانذار، وجرس الانذار بيشتغل والكل بيخرج من الخنادق وبيبداوا يفجروا في السفن بتاعه نوبل. وجانر بياخد كورة على الحصان وبيجروا عشان يجيبوا السفينة بتاعه كورة ويفجروا السفينة بتاعه نوبل. وبيكون نوبل ما حصلوش حاجة وبينزل الخندق وبيفضل يقتل في كل اللي بيقابله في وشه، وبيخرج دان من الخندق وبيقعد يفجر في السفن المتبقية. بس بيشوف نوبل وهو خارج من الخندق بعد ما قتل ناس كتير، فبيجري عليه وبيدخل معاه في معركة، بس نوبل بيكون أقوى منه وبيخلص عليه وبيرميه من السفينة. وبيطير للسفينة الأم، وكورة بتكون مع جانر وبيركبوا السفينة وبيطيروا مع السفن الرايحة للمركبة الأم وبيشغلوا دخان عشان يبانوا إنهم عطلانين. وبتتكلم كورة مع السفينة وبتطلب منهم يفتحوا لها عشان تتصلح، وبيروح الفريق الطبي عشان يعالجهم، وبياخدوا كورة وجانر واللي بيكونوا لابسين لبس الجنود بيمثلوا إنهم مصابين. واول ما بيدخلوا اكتر جوه السفينه بتقوم كرة وبتخلص على كل الموجودين، وبتعرف كرة جانر انها تروح تثبت قنابل على المولد اللي موجود في السفينه، وبتطلب منه يستناها في المركبه عشان لما تخلص يهربوا على طول. وبننزل على الارض وبيكون الجنود وصلوا للقاعه اللي فيها الستات والاطفال، وبيكونوا عايزين يقبضوا عليهم بس بيلاقوا نينس وسام وإرس، وبيهجموا الجنود وبتكون معركه قويه وبتبان قوه نينس، بس في جندي بيقطع دراعها بس نينس بتمسك نفسها وبتخلص عليه. بس للاسف في جندي بيضربها بالسكينه، وبيكون في طفل بتسب عليه نينس وبيروح يضرب الجندي بالسكينه بس الجندي بيخنقه وبيكون هيخلص عليه، بس نينس بتقدر تقتله وبتموت والكل بيزعل عليها. وبنخرج بره بيكون تيتس وتراك وكل اهل القريه لسه بيتقاتلوا مع الجنود، بس في مجموعه من الجنود بينزلوا الخندق وبيخلصوا على كل الموجودين ما عدا واحد بيدوس على زرار المتفجرات وبيفجر الخندق وكل الجنود بيموتوا. بس فجاه بتظهر دبابه وبيكون حواليها جنود كتير وبيبداوا يضربوا على تيتس وتراك، وماريس بتشوف اللي بيحصل وبتجري بسرعه وبتنزل في بحيره وبتطلع من ظهر الدبابه وبتخلص على اللي سايقها، بس الجنود بيحاصروها وتراك بيشوفها وبيجري بسرعه عليها وبيقعد يقتل في كل الجنود وبيكونوا في امان. بس فجاه بتظهر دبابه اكبر مع عدد جنود اكتر وبيكونوا خلاص هيموتوا، بس بيظهر روبوت جيمي وبيقدر يخلص على كل الجنود، وكمان بيقدر يفجر الدبابه وبيكونوا قدروا يخلصوا على كل الجنود اللي على الارض. وبيروح على السفينه وبتكون كرة حطت متفجرات كتير على المولد وبتقابل شويه جنود في الطريق وبتخلص عليهم، ونوبل بيعرف فبيفرح ان كرة معاه على السفينه وبيأمر المساعد بتاعه بانه يدمر الكوكب كله، بس المساعد بيكون معترض لان هو لسه فاكر ان في جنود موجودين على الكوكب، وبيكون كمان معترض عشان الحبوب هتضيع عليهم، فبيقول له نوبل لو فجرنا الكوكب بجنود مش هنكون محتاجين الحبوب عشان ناكلهم. وبيكون المساعد متضايق بس بينفذ الاوامر وبيطلب من الجنود يجهزوا مدافع، وبيروح نوبل عشان يقابل كورة، وبتكون كورة لسه مكمله في طريقها وعماله تقتل في الجنود وبتركب الاسانسير عشان تمشي، بس بتقابل نوبل في وشها وجانر بيشوفه وبيضرب عليه، بس نوبل بيسيبه وجانر بيقع على الارض وبيتقاتل هو وكرة مع بعض والمولد بينفجر، وبيكون الوضع صعب لان السفينه بتبدا تميل وتولع وسيف كرة بيقع منها ونوبل بيمسكها وبيكون هيخلص عليها، بس جانر بيظهر وبيطعنه من ظهره وكرة بتكمل عليه وبتقطع رقبته، وبيجروا بسرعه وبيركبوا المركبه وبيطيروا باقصى سرعه عندهم عشان يبعدوا عن السفينه، وبيكون في مجموعه من الجنود هم كمان قدروا يهربوا، وبتنزل كرة مع جانر على الارض بس جانر بيكون متاثر باصابته وبيموت، وكرة بتزعل عليه وبتظهر طيارات كتير في السماء بتخلص على كل الجنود اللي اتبقوا، وبتكون دي اخت مادلين اللي جنود نوبل قتلوه في معركه من المعارك، وبيتجمعوا بالليل وبيحرقوا جثث كل الناس اللي ماتوا، وكرة بتبدا تعرفهم حقيقتها وتعرفهم ان هي اللي قتلت بنت الامبراطور، بس تايتيس بيعرفها انه عارف حقيقتها من بدري، وبيعرفها ان بنت الامبراطور ما ماتتش من الطلقه وانها لسه عايشه ومحدش يعرف مكانها، وبيطلب منها تايتيس تصلح غلطتها وتلاقيها وترجعها للحكم، والكل بيقرر يساعدها ومعاهم الروبوت جيمي. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.